بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا كده حاجه حلوه كلنا بنحبها. معانا رز بلبن كريمي، هنعمله بالمكسرات وبالزبيب وجوز الهند، وان شاء الله هيعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معانا 2 كيلو لبن غلينه وسايباه يبرد عشان نطلع القشطه. كل كيلو حطاله كوبايه رز، يعني ال2 كيلو كوبايتين رز هنا مغسول ومتصفي. نشا كوبايه ونص سكر، معلقتين كريم جانتيه، معلقتين قشطه، معلقتين لبن بودر اللي هو نيدو. ويلا على التحضير. معانا حله فاضيه نزلنا بيها بالرز. الرز ده مغسول ومتصفي. كوبايتين الرز دول هنحط عليهم كوبايتين ميه وكوبايه لبن. ونقلبهم كده كويس. واسيبه شويه كده على النار يتشرب، واوطي عليه كاني بسوي الرز. شويه ونرجع له تاني. كده اهو استوى. انا سبته بقى يبرد بعد ما استوى اهو. كده تحسي ان هو استوى قوي. انا عايزاه مستوي قوي بالزياده عشان يطلع كريمي معانا وحلو. شارب الميه واللبن اهوت، مستوي قوي. كل المتكتل ده ما تخافيش هيفك منك دلوقتي. حطينا كميه اللبن معانا اللي هي 2 كيلو لبن. وبنفككه باي معلقه معاكي، مضرب، اي حاجه. هو مجرد ان هو يسخن هيفك معاكي. نقلب كده كويس. اهو كده بقى بالشكل دوت. فك كله. معانا معلقتين الكريم جانتيه ننزل بيهم، واللبن البودر. كوبايه ونص سكر. والتحليه دي على حسب رغبتك برضو، لو محتاجه سكر اكتر حطي. بس هما كوبايه ونص سكر كانوا كويسين قوي فيهم. ونقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب. ننزل بالقشطه ونقلب برضو لحد ما القشطه تدوب. وهنا ده كيس نشا، افككه بحبه ميه لحد ما يدوب كله. نقلب فيه. واول ما يبتدي اللبن يغلي بقى في الرز غلوتين كده بالشكل دوت، ننزل بالنشا ونقلب. هتحسي ان كل الخليط بقى ابتدى يتماسك، يتقل كده معاكي بقى بالشكل دوت اهو. شارب من اللبن بتاعه كله، كريمي وجميل وشارب من كل حاجة فيه. نعبيه بقى في الأطباق بتاعتنا. وانتي بتعبي تقلبي وتحطي في الطبق بالشكل دوت. بصوا شكله كريمي وجميل وطعمه تحفة. حطي بقى جوز هند وزبيب، مكسرات، اللي تحبيه حطيه. انا عندي جزء بيحب الزبيب وجوز الهند وجزء بيحب المكسرات بالشكل ده. والطبق التاني برضو كده بالشكل دوت. هنا حطينا المكسرات، عندك عين جمل، بندق، لوز، اي حاجة بتحبيها حطيها.
وال2 كيلو لبن طلعوا لي الكميه ديت. بص شكله كريمي وجميل وزي بتاع المحلات بالظبط. جربوه بالطريقه بتاعتي دي هيعجبكم قوي. وده الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا. يا رب يكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.